السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله رايحين نكملوا سلسلة تحضيرات رمضان. وفي هذا الفيديو رايحين نشوفوا واحد العجينة سحرية ورائعة تصلح لجميع أنواع المعجنات. نديروا بها ميني بانيني، نديروا بها دي ميني ساندويتش، نديروا بها دي برجر. راح تمد لينا نتيجة رائعة. نبدو باللابات. درت كاس ونص حليب، كاس ونص ماء. اللي تحب تنقص المقادير باش تتحصل على نتيجة أقل تنقص. راح نضيف عليهم ملعقة ونص خميرة خبز، وراح نضيف عليهم 3 كيسان من الفرينة. كاس ونص حليب، كاس ونص ماء، ملعقة ونصف خميرة خبز، و3 كيسان من الفرينة. نخلط كلش مع بعضاه وراح نخليها تتفاعل مع بعضها مدة تاع 10 دقائق حسب درجة حرارة المكان اللي قاعدين نخدموا فيه. يعني هي من 5 دقائق ل10 دقائق. بما انه الجو بارد يعني راح نخليها 10 دقائق، وراح نبدا نضيف المكونات الاخرى. هنا لازم نغطاها بهذه الطريقة. لاباط هذه نقدروا نخدموا بها قداه من نوع من المعجنات. هنا بعد ما تفاعلت راح نضيف ربع كأس من الزيت، ونضيف الملح ربع كاس فقط، ماهوش نص كاس، راهو ربع كاس فقط. راهي غير الكاميرا بركة الزاوية تاعها تبينوا انه نص كاس. وضفت بيضة. رايح نخلط كل شيء مع بعضاه. يعني هنا وش زدنا ربع كاس زيت، وزدنا بيضة والملح. ورايحة نبدا نضيف الفرينة بالتدريج. نحاول انها لابات تكون طرية نوعا ما تكونش زي لابات تاع البيتزا، تكون اطرى من لابات تاع البيتزا. نبدأ نلمفها بالتدريج. وحتى نوعية الفرينة راهي تلعب دور كبير في المعجنات. كل ما تكون نوعية الفرينة ذات جودة عالية، كل ما تمد لنا اون بات تكون أحسن. كما راكم تشوفوا راني متحصلة على اون بات أطرية. هنا راح نضيف لها ملعقة من الزبدة ونعجن مدة من دقيقة حتى لدقيقتين. اللي تفرجوا الفيديو اللي فات تاع البيتزا راهي تقريبا نفس لاباط. الاختلاف فقط هنا في الزيت وخميرة الحلويات. هنا كما راكم تشوفوا ما درتش خميرة الحلويات، وفي نفس الوقت بالنسبة للزيت راني نقصت الكونتيتي عفوا في البيتزا حطيت نص كاس زيت، لكن في لاباط هذه درت ربع كاس زيت فقط. دائما سواء البانيني والا البرجر نقص الكونتيتي تاع الدهون. بعد ما عجنت لاباط مدة تاع دقيقتين راح نحطها ونخليها تطلع حتى يتضاعف الحجم تاعها تماما. في المرحلة هذه راح نهبط لاباط وراح نبدأ نشكل فيها. أنا قسمتها على 2. راح نشوفوا علاه قسمتها على 2. في المرحلة هذه كل واحدة تقسم على حسب العدد تاع المملحات اللي حابة ديرهم. مثلا اللي حابه دير دي ميني برجر تقسم دير نصف ديروا دي ميني برجر. اللي حابه دير به دي ميني ساندويتش والا بانيني. انا هنا راح نديرهم بانيني ودي ميني ساندويتش، وراح نشارك معكم الطريقه تاع الحشو ان شاء الله في رمضان. هنا راح نجول النصف الاول كنت حليته وطبعته. انا عندي الطبع تاعي ماهوش اوفال ياسر، رايحة نعاود نجبده باش نتحصل على الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. يعني رايحة نطولها شوي. وهذيك لاباط اللي بقت لي رايحة نقسمها كرات بهذه الطريقة. راني شاركت معكم الطريقة اللي خدمت بها، ما نقصت حاجة وما زدت حتى حاجة. وهنا رايحة نجيب النصف الثاني اللي خدمته. كاين اللي طبعتهم اوفال وكاين اللي طبعتهم في شكل قلب. هذوما اللي في شكل قلب رايحة ندير بيهم حتى هما سواء راح نديرهم دي ميني بانيني والا نديرهم دي ميني ساندويتش بهذه الطريقة. ورايحة نزيد نلم لاباط اللي بقت وحتى هي نديرها في شكل كرات. يعني واش طبعت هذوكم اللي يجوا اوفال، وطبعت اللي شكلهم قلب، والبقايا تاع لاباط شكلتها كرات. نرجع لهذوكم الكرات ورايحه نبدا نخدم بيهم البانيني. البانيني هذه ما هي كبيره ما هي صغيره، ما هيش ميني وما هيش البانيني الكبيره. هذه الحجم تاعها متوسط.
ندير شويه برك فرينه، ما نكثرش، نحلها شويه ونبدا نرولي فيها بالطريقه هذه. نحاول نجبد الجوانب باش تمد لي شكل باهي، نهبطها شويه ونحطها في البلا. هذا العدد اللي تحصلت عليه نورمالمون 13 مكعبه، وهذوما اللي خدمتهم اللي طبعتهم عفوا. نخليهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم تماما، وبعد رايحه ندهنهم حليب والا ما يكون دافي. هنا علاه ندهنهم بالحليب والا بالماء باش ما ينشفوش وباش ما يتحلوليش في الفور، لانه كل ما ندهنهمش راح يتشقوا. الفرن لازم يكون ساخن على درجة حرارة 200. يعني كل واحدة تعرف الفرن تاعها كيفاه يطيب الخبز، المهم درجة الحرارة تكون عالية، ونشعلوا عليهم غير من تحت برك. كي نشوفوهم بدو يطيبوا نشعل عليهم من فوق غير باش ينشفوا برك. المدة تاع الطهي انا ما فاتتليش 10 دقائق، كانوا طابوا بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. من تحت رايحين يطيبوا لكن من فوق يبقى اللون تاعهم ابيض، لكن راهي طايبه حتى من فوق، راهي طايبه. مش معناتها اذا كان اللون ابيض راهي ماهيش طايبه، لاني كما قلت لكم راهو بعد ما نشوفها طابت من الاسفل رايحه نحل لها من فوق حتى نشوفها نشفت فقط. انا رايحه نحطهم في لي ساشي دو كونجيلاسيون ورايحه نخبيهم في الكونجيلاتور. اذا كنت انا حابه نخدمهم في نفس. واما بالنسبه للحشو طريقه التقديم هذه ان شاء الله راح نخلوها لرمضان. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم وتعجبكم. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير. اترككم الان في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.